يلا بينا نحضر ماتش الاهلي في نهائي افريقيا. اول حاجه رحنا الصبح خدنا الاكريديتيشن اللي هندخل بيها الماتش، ولما تشوف الناس ازاي بتموت بعض على تيكت يخليك تحطها على دماغك. واحنا بنجيب الاكريديتيشن كان الاوتيل كله جمهور ترجي، فقلنا ناخد رايهم وتوقعاتهم قبل الماتش. ضربة جزاء والترجي ان شاء الله. 1-0 للترجي ان شاء الله. 1-0 للترجي. بعد كده سمينا اللاو واتحركنا في اتجاه الاستاد. والحمد لله لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين، بعد 4 ساعات عشان ندخل ماتش الزمالك نزلنا بيهم ووصلنا ل3 ساعات بس. ميديا؟ ماشي. وبعد الهرجله اللي حصلت في ماتش الزمالك الدنيا كانت شاده قوي، وكانوا بيشوفوا كل حاجه بالتفصيل، حتى الايديهات كانوا بيتاكدوا منها ان هي مزوره ولا لا. شديدين انتوا جامد اكتر من الزمالك. الزمالك كانت الدنيا ابسط من كده. في ايه؟ هم اللي عملوا شدد جامد قوي. اوريك صورتي تشوفوا مضروب ولا لا. دي مهمة. بس الحمد لله عدينا ووصلنا للحظه اللي بنستناها كل مره، وهي اننا نشوف الجمهور مالي الاستاد. ودي كانت توقعات جزء من جمهور الاهلي واللي كان فيها توقع عجيب بصراحه. 3-1 للاهلي. 3-1 للاهلي. مين هيجيب الجوان؟ محمد هاني. كام توقعاتك كام طيب؟ 2-0 ان شاء الله. هنا حراس المرمى بدأوا ينزلوا أرض الملعب لأول مرة والجمهور زلزل الاستاد. وهنا لحظة نزول محمد رمضان عشان الحفلة اللي قبل الماتش، ولكن الجمهور ما كانش مرحب بيه تماما. بدأ الجمهور يدي ظهره للملعب ويصفر ضده ويعمل إشارات دعم لفلسطين. ودي دخلت جمهور الأهلي واللي كانت كونتر على دخلة جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية. جمهور الزمالك في نهائي الكونفدرالية كان كاتب ملك اللعبة عاد إليكم من جديد، عشان يرد عليه جمهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال ويقول له إذا حضر ملك اللعبة ينتهي دور المزيف. تيجي تسألني عن رأيي الشخصي في الدخلة، هقول لك دي دخلة ما تليقش بحجم وتاريخ جمهور النادي الاهلي، ولكن خليك عارف ان دي اول دخله لجمهور الاهلي من سنين في مصر. هنا اللعيبه بدات تنزل الملعب عشان تبدا اخر 90 دقيقه في رحله ال12. وبسم الله الرحمن الرحيم الهدف الاول للنادي الاهلي. مفيش بدايه افضل من كده يحلم بيها كولر او الجمهور او اللعيبه. وهنا كانت هجمه خطر جدا لوسام ابو علي، كنا ممكن نسجل بيها الجون الثاني ونرتاح باقي الماتش. في الدقيقة 21 وده رقم تيشيرت علي معلول، جمهور الأهلي بيرفع بانر مكتوب عليه معلول حارب من أجل الكيان فأصبح أسطورة أهلاوي. ودي كانت كرة خطر جدا على مرمى الأهلي، ولكن ربنا ستر وطلعها شوبير وخط الدفاع. وهنا بدأت تغييرات الأهلي اللي أنا مستغربها جدا، سواء كان في تأخيرها أو في إن أنت ما بتعملش تغييراتك كلها للماتش التاني على التوالي. وهنا أخطر كرة في الماتش، قفشه حط الكرة بالمسطرة في العارضة، كانت الكرة دي كفيلة تقتل الماتش تماما. وهنا كنت بصور اكرم توفيق وهو واقع عشان الواد كان قاتل نفسه طول الماتش، ولكن الحكم غفلنا كلنا وصفر. عشان يكمل الاهلي صناعه التاريخ وياخد اللقب ال12 في دوري ابطال افريقيا. كنا لسه بنتكلم هنا اكرم توفيق خد جايزه افضل لاعب في الماتش، وبصراحه يستاهل، لو في حاجه اكبر من كده نديها. وطبعا جمهور اهلي وجمهور ترجي الموضوع ما يخلاش من شويه ازاز مرميه، شويه ازاز متكسر، شويه شغب خفاف كده، بس الدنيا عدت واتلم. طبعا كابتن كهربا لقطه كان عايز يعمل زي البليهي ويثبت العلم في نص الملعب بس ما جاتش معلق. لقطتين عايز اقفل بيهم الفيديو. اللقطه الاولى وهي التنظيم الروعه اللي كان موجود، بصراحه الصحفيين كانوا في مكانهم والمصورين كانوا في مكانهم، محدش نزل الملعب تماما. الموضوع مختلف كليا عن ماتش الزمالك. اللقطة التانية لعيبة الترجي بعد ما استلمت الميداليات وهم خارجين، مفيش حد فيهم قرب من لوجو الاهلي اللي موجود على الارض او داس عليه، وده اللي خلى جمهور استاد القاهرة كله يقوم يقف ويسقف له.